اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا، الحكم حسب فاول على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي مفيش اي التحام مع لاعب طلائع الجيش، وطبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحاله اللي بعديها، برضو هنا الحكم حسب مخالفه على لاعبي النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الاهلي حاول يلعب الكره، وبعد كده لعيب طلائع الجيش هو اللي لعب الكره. طيب بص بقى على قدم لعيب النادي الاهلي على الارض، وقدم لعيب طلائع الجيش لعب الكره. مفيش اي التحام لا من لاعب طلائع الجيش ولا من لعيب النادي الاهلي، يعني ما ينفعش يحسب فاول لصالح الاهلي ولا فاول لصالح طلائع الجيش. لكن هنا الحكم حسب فاول على لعيب النادي الاهلي. انا مش عارف يعني قرار الحكم ده كان بناء على ايه. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لعيب النادي الاهلي. شوف مع بعض كده هتلاقي لعيب طلائع الجيش بيستخدم الكوع في وش لعيب النادي الاهلي. لعبه زي دي الطبيعي يبقى معاه انذار، يعني انا مش عارف هنا الحكم ما ادالوش انذار ازاي، خصوصا بقى ان تكمله اللعبه هتلاقي اللاعب بيستخدم ركبته في قدم لعيب النادي الاهلي. يعني هنا اللاعب استخدم اليد زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده استخدم الركبه، كل ده والكوره بعيد عن لعيب طلائع الجيش، يعني ما عندوش اي فرصه يلعب الكوره. لعبه زي دي لازم يبقى معاه انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وبعد كده في استخدام باليد من لاعب طلائع الجيش. طبعا هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وماسك لعيب طلائع الجيش، وهنا الحكم حسب المخالفه، بس لعبه زي دي برضو كان لازم يبقى معاه انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب طلائع الجيش، وهنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب طلائع الجيش، وهنا الحكم حسب المخالفه. طبعا هنا برضو قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب مخالفه على لاعبي النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الاهلي وصل للكره ولعبها، مفيش اي التحام مع لاعب طلائع الجيش. لان هوريك حاجه مهمه جدا، اول حاجه ان هو اللاعب وصل للكره ولعبها. بص كده على قدم لعيب النادي الاهلي، الاثنين بعاد تماما عن لاعب طلائع الجيش ولاعيب النادي الاهلي. على الارض لعيب طلائع الجيش كان واقف وابتدى يقع، طبعا مفيش اي التحام، بس الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. برضه قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لعيب طلائع الجيش. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه من اللاعب على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب مخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في ظهر لعيب طلائع الجيش، وطبعا هنا استخدام اليد موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، وهو الهدف اللي اتلغى لفريق النادي الاهلي. شوف مع بعض كده هتلاقي فعلا الكرة جايه في يد لاعبي النادي الاهلي، وطبعا هنا لولا وجود الفار كان الهدف اتحسب. لكن لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي الكرة فعلا جايه في اليد. اول حاجه ان هو الكرة رايحه لليد او مش رايحه لليد، فطالما الكرة جت في اليد بالطريقه ديت الغاء الهدف قرار صحيح من حكم الفار.